وش حكاية اللوحة هذه؟ Welcome to Fabulous Las Vegas. اليوم راح نبدلوا الوجهة إن شاء الله من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية نيفادا، وبالضبط من لوس أنجلس إلى لاس فيغاس. نديروا GPS هنا ونشوفوا المدة اللي راح نستغرقوها. هنا راح نستغرقوا حوالي 8 ساعات و 13 دقيقة في الطريق تاع بلاش كيما نقولوا احنا فري واي، بصح راح نطول بزاف باش نلحق، وراح يضرب عليا الليلة هنا في واحد من أخطر الطرقات في أمريكا وأسخنها على وجه الأرض، سخونة بزاف، اللي هي ديث فالي. وهنا راح نديزاكتيفي الفري واي وراح نحكم الطريق السريع اللي تخلص عليه، وراح ما نحكمش بزاف، واحد الربع سوايع هكاك، وهذا بالتقريب هكاك برك إن شاء الله. الخط راح نحبس في قدام المحطة، نحبس هنا ندير فيها استراحة خفيفة وندير ليسونس ونتكل على ربي. شوف لي ستاسيون تاعهم هنا في الصحراء عندهم واحد الشارم وحده، تقول راك في فيلم. معلومة على المحطات تاع الوقود هذه، هنا كل محطة كيفاه تبيع ليسونس، ما عندهمش السعر كيف. هذا وين ريحت وتغديت قهويت من الصباح، لخاطر كانت عندي اشغالات الصباح وما مشيتش بكري، تقريبا جواي 5 مساء من لوس أنجلس. كان تكلوا على ربي ان شاء الله. الطريق هذاك الاول اللي حكينا عليه خطير، لخطره معروف باللي طريق منعزل وموحش بزاف، باش تلقى من مدينه لمدينه لازم تقطع واحد 180 كيلومتر. وهذه السيارة جولف ويت جي تي، هذه سيارة محبوبة عندنا، هي سيارة قوية وسريعة، قادر تمشي بها 300 كيلومتر في الساعة في الطرق الألمانية. بصح هنا راهم محددين السرعة ب70 مايل، معناها 112 كيلومتر في الساعة تقريبا. هنا مازال لي واحد 2 سوايع لاس فيغاس، إن شاء الله نلحقو بخير وعلى خير. البارح رقدت غير 2 سوايع، وبعد نهار كان متعب مشيت العشية، وهذه هي الغلطة اللي درتها. نورمالمون نخلي الغدوة الصباح باش نمشي. المزية السيارة هذه متطورة، وكانت كي ننعس عندها واحد ليكابتور تشوفك وتفيق بيك، وكانت تنبهني. الطريق هذه تبان مليحة ولو كان غير جيتها في النهار. 8 تاع الليل ومازال ما لحقناش، تا ما قعدش بعد 50 دقيقة، بيسهل ان شاء الله. وهذه التسلا سايبر تراك، بداو يبانوا الأضواء، مانيش بعيد. هنا مزات لي نص ساعة ونلحق. وأخيرا لحقت فيغاس، راني عيان بزاف، باغي غير نلحق للفندق نعطيها بركدة من نوضش يومين. وهذا هو الريزورس اللي كريت فيه اللي اسمه إليس إيسلاند.
بسم الله ما شاء الله، هذه هي الغرفة اللي كريتها ب$30 لليلة الواحدة. تصدق هنا في فيغاس كون نقول لك باللي كاين ستوديو $9 لليلة، اوتيل ابارت. لاس فيغاس ومعناها المروج بالإسبانية، وبزاف يبسطوا الاسم نتاعها ويعيطوا لها فيغاس. المدينة هذه جات في مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا، ومعروفة هذه المدينة بالتسوق والمطاعم الراقية والقمار، ربي يعافينا. تقول لي علاه جيت ليها؟ بعد نقولك. كي حجزت في الريزورس هذا عطاوني تيكي تاع الفطور تاع النهار الاول بلاش، وكي سقسيت وين جهه الريستو قالوا لي في الكازينو، ودوك نقول لكم على واحد. وهذه هي تيكي تاع الفطور تاعهم تاع بلاش، وما يعطيوها لكش هكا. وكي قلت لها وين نريح، قالت لي ريح في اي ماشينه تساعدك، وهاي هنا، وهذه باش يخليك تبدا تقمر. وانا لا، غير هذه صورتها غير باش نعت لكم. هزيت الفطور تاعي وفطرت لبرا. لا، خيرت الفندق هذا الموقع تاعو استراتيجي، تمشي 2 دقائق وراك في الداون تاون. هنا ساعة ساعة وتلقى تليفون واحد ما يهزو. هنا يسرقوا كلش غير تليفونات لأنهم مراقبين. كاليفورنيا راهي الدور وين؟ في نيفادا. أول يوم في فيغاس. بسم الله يا ربي الأعمال عليك. ودوك نديرو جولة في هذه المدينة اللي مصنفة روحها كعاصمة الترفيه في العالم، وتشتهر بالكازينوهات والفنادق الضخمة. الفنادق اللي هنا تاع 5 نجوم هي الأكثر من أي مدينة في العالم. معلومة واحدة أخرى، هنا المتاحف شارينها من الفنادق. إذا بغيت تروح لأي متحف راح تراعي ليه، راح تلقاه في فندق معين. هذا فندق ترامب اللي صارت حداه حادثة السايبر تراك. وسبب نشأة فيغاس في عمق الصحراء نيفادا وقربها من وادي الموت في الداث فالي، أحد أشد المناطق حرارة في العالم، هو اكتشاف الذهب والفضة بالمنطقة في بداية القرن الماضي. وذكرني في باريس لاس فيغاس. تشوف الجهة هذه تقول راك في باريس صح. وبناو حداه حتى نسخة من برج ايفل ولا تيريفيل، ماهوش قد قد من الارتفاع تاعو 164 متر. وهذا الفندق من الداخل، شوف راك تدور في باريس بصح مسقفة، ما تضركش الشمس تاع البرا. شونزيليزي كامل جابوه هنا، شو حتى لاك دي تريومف قلدوه. دوك نروحو الفندق من أهم الفنادق اللي جيت على جالهم. رانا في مصر ولا في الأمريكان؟ الشكل هذا تاع الهرم ما يكون غير فندق، والفندق هذا اسمه فندق الأقصر، مسمينه على مدينة الأقصر في مصر، وخدموه كما المعابد المصرية القديمة وعلى شكل هرم. وهذا الفندق فتحوه في 1993. وذوك ندخل للفندق هذا ونقول لكم على واه جيتو. افتح يا سمسم، شو ذاك السيستم يو.
Here we buy ticket Titanic museum. For the Titanic? Yes. It's gonna be right there. Thank Yeah. you. هنا جيت على جال على جال متحف التايتانيك، واللي فيه أكثر من 300 قطعة أصلية اللي جبدوهم من حطام سفينة تايتانيك. وفيها ثاني الدرج اللي خدموه بحجمه الطبيعي، هو الدرج الأكبر اللي جاي في الدرجة الأولى والثانية، وهو من أشهر معالم السفينة، بصح ممنوع تصور فيه، هما اللي يصوروك وتخلص على جال التصويرة هذه، بصح مسموح لك تصور هذو التحف، هكا صورتهم وشكلتهم كشغل فيديو. وهذو المعروضات اللي هنايا كامل معروضات أصلية، شوف سبحان الله، وانت تشوف فيهم قدامك واحد الشعور ما فاهم داير، ما نقدرش نوصفه لكم. وكاين من المعروضات اللي هنايا كاين أطباق، ملابس، مجوهرات، وحتى رسائل تاع الركاب. وكاين ثاني بطاقات شخصية للركاب، وتقدر تقرأ من الأخر هنا وتشوف إذا الركاب هذو منعوا في الوقت هذاك ولا لا. وزيد واش كاين هنا ثاني، كاين الصفارة تاع السفينة وإطار نافذة مقهى في رندا. والحاجة الأهم اللي هنايا هي أكبر قطعة مستعادة من هيكل السفينة، وتوزن واحد 15 طن، وهذا يخليك تتخيل حجم السفينة الحقيقي. هذا من بعد نشوفوه. حادثة تايتانيك أثرت في العالم بأسره في الماضي وفي الحاضر، واللي زاد تأثير أكثر هو الفيلم تاع تايتانيك اللي زادوا خدموه على جال هذه الحادثة. هذا هو إطار نافذة فيرندا. شوف ذيك الغرفة تعيشك اللحظة كيفاه كانت السفينة من داخل. هذا الجليد هما اللي خادمينه غير باش يعيشوك اللحظة. هذه الجميلة باينة رشات من الماء المالح. وهنا ثاني قطعة أصلية من السفينة تخليك تتخيل واش صرا في الوقت هذاك. شوف كيفاه. الصباط هذا تاع من هو والقميص تاعو، هذا لقاوه في الخزانة تاع ويليام هنري ألين، واللي صنع القميص هذا هو فايلر وبلايغين، وشراه ويليام في لندن قبل ما يطلع في سفينة تايتانيك. هنا كي تخرج من المتحف راح تلقى هذو لي سوفونير تشريهم، انا نشتي هذو اللي يتعلقوا في الثلاجة، كاين بزاف حوايج كل واحد وشي. وذكا وقت اللمجة، بيتزا ما شاء الله، وكاس جي كيما يقولوا، البلاصة هذه ما شاء الله. كاين ثاني المحل هذا اللي يبيع تحف تاع مصر القديمة، موجود في الفندق، جاي على شكل المحتوى تاع الفندق بعد، وهذا توت عنخ آمون.
وهذه المنطقة غنية عن التعريف، نيويورك سيتي لا مانهاتن. شو المباني المعروفة والمشهورة كل راهي هنايا كيما لومباير ستيت، وثاني كاين تمثال الحرية. هنا تقول لك في نيويورك، وهذا وشي هو فندق ممكن ندخلوا له ونداخلوا ونشوفوه كيفاه داير. وهذه هي شوارع مانهاتن. شوف هنا يا جماعة راني جيت لوحة لاس فيغاس واللي هي ويلكم تو فابيلوس لاس فيغاس. هذا واش مكتوب فيها. شوف الغاشي كامل هذا جاي على جهة. دوك نقرب ونوري لكم ونحكي لكم حكايتها. وش حكاية اللوحة هذه Welcome to Fabulous Las Vegas؟ في عام 1952 جاتهم فكرة باش يصمموا اللوحة هذه، وأرسلوا لواحد الشركة اللي اسمها بيتي وايس وتم تصميمها. وفي نفس العام قالت ولاية نيفادا راني ما بغيتش اللوحة هذه وما بغيتش الحقوق تاعها، وباعتها لهم $4000 وقالت لهم روحوا طبعوها كيما تبغيو. ودوكا رايح لواحد المبنى اللي غريب شوية، وهو هذاك الكوكب اللي بان طالع من هنا. هذا المبنى يا جماعة اللي جاي نشوفه دوك نقول لكم حكايته. بزاف ناس اللي راهم مقلقين منه. شو سبحان الله تقول كوكب. وهذا المبنى اللي قدامنا يسميه ذا سفير، ويعتبر أكبر مبنى كروي في العالم. هذا المبنى بدأت الفكرة تاعو في 2018 على أساس يكملوه، بصح توقف البناء تاعو في 2020 بسبب الكورونا، ومن بعد رجعوا يخدموا فيه وفتحوه في العام اللي فات. شوف هنا ساعات يطلقوها على شكل عين الشاشة تاعو ما باش يقصدوا بها. المهم العلو تاعو 100 متر والعرض 150 متر، وكانت التكلفة تاعو 2.3 مليار دولار، ويعتبر شاشة للإعلان. وصار هذا المبنى أكثر شيء تجي الناس هنا وتزوروا. وفي الحقيقة المبنى هذا من الداخل هو مسرح وفيه 18,000 مقعد يديروا فيه عروض. أنا بان لي بيزار هذا المبنى، أعطينا رأيكم في التعليقات عليه.